ليش احنا شعب منتقد؟ احنا شعب لو شاف ملك نازل من السماء هيقول ما شاء الله، بس ليش لونه ابيض بزياده؟ لو كان بيج كان حيكون اهيب. احنا شباب بننتقد الاماكن اللي مش نظيفه، واحنا شعب بيصغف علبه العصير من طاقه الباص وكانه بيصغف قنبله يدويه، بيصغفها بحقد كده. ولا ننتقد المواهب، نشوف واحد بيغني وصوته هرب من ايدل ارهب من ام كلثوم نفسها، ويطلع لنا واحد من تحت الارض تشوفه يعلق ويقول حلو بس ليش ما تغني تراث؟ ولا يعلق له ويقول له صوتك فيه رنة حزن. يعني ايش المفروض تكون رنة نوكيا؟ ما الاغنيه اسمها جراح المقعلل، شي يخلي صوته فيه رنة هنجم وهو مقعلل. والحقيقه المره هنا اللي بينتقدوا هذولا هم مرعوبين. هتقول لي من ايش مرعوبين؟ اقول لك من ايش. امسك التحليل. اسهل شيء في العالم انك تتخبى ورا الشاشات وتطلع عيوب الناس، واصعب شيء انك تقوم تفعل حاجه تنفعك وتنفع مستقبلك وتوقع رجال. وعلى فكره هالكلام الان موجه للمنتقدين سواء في التعليقات او كانوا صناع محتوى ويسمون بهم صناع محتوى، مع العلم انهم ليسوا بصناع محتوى ويمارسون الانتقاد اللفظي والصوري والميمزي. حلو الميمزي هذا. الكلام ايش بيقول؟ انتم مش نقاد، انتم مجرد ضحايا لعقده نقص وطفوله مكبوته تم فيها اغتصاب ارائكم الفكريه. يعني لما كان ابوك يخليك وسط الديوان زي الكلب، واذا تكلمت او اديت رايك ندع لك كف مقاسه 44 كان عنده حق لانه عارف ايش معه. وعلى فكره هذا مش مبرر انك تنتقد انتقاد سافل زي مستواه وتقول فيه انا مريض، انا كنت اتعرض للعنف اللفظي وللاغتصاب الفكري في الطفوله. لا، هكذا بتثبت لنا وتثبت لابوك انك حمار صدق، وان ابوك عارف ايش كان معه. انا اسف.